بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لمتتبعي قناة بروف خالد باقة. في هذا الفيديو إن شاء الله سأقدم درسا لمستوى أولى آداب وكذلك أولى علوم تجريبية يخص العالم العربي، مشكل ماء وظاهرة التصحر. إذن كما نعلم أيها التلميذ العزيز أيها الطالب أن العالم العربي من أهم تحدياته هما الماء وكذلك التصحر. إذن فأين يتجلى ذلك؟ وما هي بعض الحلول وما العوامل المسؤولة عن ذلك؟ وما هي بعض الحلول المقترحة لهاته الظاهرتين؟ أولا سأقدم ذلك بإيجاز بالنسبة لمشكل الماء. أولا سنحدد أو سنقوم بتشخيص الموارد المائية وكذلك مظاهر الخصاص المائي. أولا ماذا نعني بالخصاص المائي؟ هو نقص الموارد المائية التي تلبي حاجيات الإنسان اليومية من حيث الشرب والاستعمالات اليومية. إذن هكذا نجد أن توزيع الموارد المائية تختلف من حيث توزيع بالعالم العربي، حيث نجدها ضعيفة في مناطق وكثيرة في مناطق إلى حد ما. مثلا نجد أن القرن الإفريقي بما فيه السودان وكذلك وبلاد النيل ومصر ثم أيضا بلاد الرافدين تتميز بوجود موارد مائية بفعل وجود منابع مائية لكل من نهري دجلة والفرات وكذلك بالنسبة لنهر النيل. أما بعض المناطق الأخرى كالمغرب العربي وكذلك شبه الجزيرة العربية خاصة هذه الأخيرة فهي تعاني من شح وندرة الموارد المائية بشكل كبير جدا. إذن يختلف هذا التوزيع من منطقة إلى أخرى. إذن أين يكمن هذا الخصاص؟ يكمن هذا الخصاص أو يتجلى أو مظاهر هذا الخصاص المائي. نجد أن حصة الفرد من الماء في العالم العربي لا تتجاوز تقريبا 1000 متر مكعب للفرد سنويا، حيث نجد أن بعض الدول خاصة ببلدان الخليج كالكويت وقطر والإمارات حصة الفرد من الماء تقريبا 250 متر مكعب للفرد سنويا، فهي مشكلة خطيرة جدا تهدد الكيان والوجود والأمن القومي المائي لدول العالم العربي. إذن كما أن الأنشطة الفلاحية تعرف تراجعا في استعمال الموارد المائية مما يسبب جفافا وقلة المحصول الزراعي. إذن ما هي العوامل المسؤولة عن ندرة المياه بالعالم العربي وما هي الحلول المقترحة لذلك؟ بالنسبة لندرة العوامل المسؤولة ذلك فهناك نجد البعد الاقتصادي وكذلك البعد الديموغرافي. نجد أن الزيادة الديموغرافية التي يعرفها العالم العربي سببت في تراجع حصة الفرد من الماء، إذ وصلت تقريبا إلى 350 متر مكعب للفرد في أفق 2025 نظرا لكون الساكنة ترتفع وتقدر حاليا بحوالي 420 مليون نسمة، فهي أن كلما زاد عدد السكان وإلا حصة الفرد من الماء تقل. ثم أيضا نجد كذلك البعد الاقتصادي. نجد أن أهم نشاط الدول العربية هو نشاط زراعي، 82% من الموارد المائية تستعمل في النشاط الزراعي بشكل غير معقلا، سقي غير منظم وغير معقلا يقوم بتبذير الموارد المائية. ثم أيضا نجد كذلك أن العوامل الأخرى تتجلى فيما هو طبيعي، وخاصة أن المناطق التي يتواجد فيها العالم العربي هي عروض جافة وشبه جافة تتميز بقلة التساقطات المطرية حيث سيادة الشهور الجافة. ثم أيضا نجد البعد الاستراتيجي حيث أن الماء هي النقطة الاستراتيجية وعنصر استراتيجي للاستقرار السياسي لبلدان المنطقة، وبذلك كل بلد يحاول أن يحتفظ على موارده المائية. لكن نجد أن أغلب الدول العربية مواردها المائية تأتي من دول الجوار، مثلا السودان ومصر تأتي من إثيوبيا وبحيرة فيكتوريا، ثم أيضا ببلاد الرافدين دجلة وفرات بالنسبة للعراق وسوريا، حيث مرتفعات زاغروس بتركيا. كل هذه الدول التي هي عبارة عن دول
أو ما يعرف به دول العين أو المصدر تتحكم في هذه الموارد عن طريق السدود، مما يسبب مشاكل لدول المصب كمصر، حيث مثلا مثال لذلك أن إثيوبيا قامت ببناء أكبر سد في إفريقيا وهو سد النهضة، أثر سلبا على الموارد المائية بالدول السافلة أو دول المصب كالسودان، خاصة مصر، حيث تراجعت الموارد المائية بالمنطقة. ثم أيضا سننتقل إلى الحلول المقترحة للموارد المائية. إذن من بين الحلول هناك ما هو تقني وكذلك تجهيزي، يجب بناء محطات إعادة تصفية الموارد المائية المستعملة، ثم أيضا بناء السدود، ثم كذلك السقي الموضعي أو ما يعرفه كوت، كل ذلك من أجل الحفاظ على الموارد المائية. ثم أيضا نجد ما هو قانوني، الزجر كل من يعبث بالموارد المائية ويضيعها. ثم أيضا كذلك نقوم بوضع قوانين زجرية في بيع الموارد المائية أيضا، بمعنى يجب أن نقوم ببيع الموارد المائية بثمنها الحقيقي قصد الاحتفاظ عليها. ثم أيضا نقطة أساسية هي عملية تحسيسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك وسائل السمع البصري إلى غير ذلك، وداخل المؤسسات التعليمية، لأن المنازل تعتبر من أهم نقط الهدر المائي في العالم، خاصة في العالم العربي. أما بالنسبة لظاهرة التصحر، عندما نقول ظاهرة التصحر لا ديزيرتيفيكاسيون كتعريف، فهي ضعف القدرة الإنتاجية للأرض، أن الأرض لا تستطيع الإنتاج، إذن الإنتاج الزراعي. إذن فما هي مظاهر التصحر؟ إذن الآن سأتحدث عن مظاهر التصحر بالعالم العربي، ثم أيضا مظاهر التصحر بشكل عام. بشكل عام عندما نقول ظاهرة التصحر، هناك نضوب الموارد المائية في الآبار والعيون، هناك التملح التربة، هناك جفاف الغطاء النباتي وجفاف التربة، ثم أيضا كذلك تشقق التربة والترمل، أي دخول الرمال إلى المناطق ذات الغطاء النباتي خاصة في الواحات. إذن كلها أشكال تبين أن ظاهرة التصحر تكتسي المنطقة. لكن في العالم العربي أين يتجلى ذلك؟ فأن العالم العربي تكتسحه رمال سنويا بالمئات الكيلومتر مربعة، خاصة بالسودان وكذلك بصحراء لإفريقيا، بالمغرب العربي، ثم أيضا بمصر، إذن وبدول الخليج أغلبها قاحلة. إذن ثم أيضا هناك كذلك مشكلة التملح بدول العالم العربي أثناء كثرة السقي إلى غير ذلك. ثم نجد أن الواحات تغطيها الرمال، كما أن الآبار في حالة نضوب وتراجع، وكذلك بالنسبة للعيون أصبحت جافة. إذن فما هي العوامل المسؤولة عن ذلك؟ من بين هذه العوامل هناك ما هو بشري وما هو طبيعي. بالنسبة لما هو طبيعي نجد أن هناك تغيرات مناخية بالمنطقة أثرت سلبا على هذه المنطقة. إذن نجد أن هذه التغيرات المناخية أثرت على المنطقة بشكل قوي وأقامت بتغيير المناخ. إذا قلنا بأن المنطقة العالم العربي كانت مناطق خصبة وبراري، لكن آثار التغير المناخي لسنوات طويلة أثر على المنطقة، كما أن توالي سنوات الجفاف بقلة الأمطار أدى ذلك إلى جفاف المنطقة وقلة الموارد المائية ونضوب العيون. ثم نجد أيضا أن ما هو بشري، أن الإنسان لا يتقن استعمال الأرض، يقوم بإنهاكها بالسقي المستدام، أدى إلى تملح التربة ذلك. ثم أيضا نجد أن هناك البناء العشوائي في الأراضي الخصبة داخل الواحات، كما أن الإنسان يقوم بتدمير بيئته عن طريق التلوث إلى غير ذلك من هذه العوامل. إذن فما هي الحلول المقترحة؟ من بين هذه الحلول المقترحة لهذه الموارد المائية، أولا هناك ما هو تحسيسي، إذن توعية المجتمع العالم العربي بخطورة قطع الغابات وكذلك الرعي الجائر، ثم أيضا تلويث التربة إلى غير ذلك.
ثم أيضا ما هو تقني، إذن وضع دعامات لظاهرة الترمل بوضع حواجز طبيعية أو إسمنتية من أجل تفادي تغلغل الرمال إلى المناطق الصحراوية. ثم أيضا ما هو كذلك سوسيو اقتصادي، يجب لذلك الإنسان الذي يعيش في الغابات أو في المراعي أن نضع له أنشطة أخرى غير رعوية أو مرتبطة بالغابة من أجل الاحتفاظ على هذا الموروث الطبيعي سواء في المراعي أو كذلك الغابات. ثم أيضا ما هو كذلك على مستوى الاتفاقيات وكذلك على المستوى الإقليمي، يجب للدول العربية أن تنخرط فيما بينها وأن تتحد فيما بينها للتعاون لمحاربة هذا السرطان الذي يمتد في دول العالم العربي. ثم أيضا كنقطة أساسية وأخيرة، إذن يجب على العالم العربي أيضا أن ينخرط في المنظمات الدولية والأمم المتحدة خاصة في الجانب البيئي للاستفادة من الإعانات لمحاربة ظاهرة التصحر. إذن تبقى هاتين الظاهرتين خطيرتين، لذلك يجب تضافر الجهود بالنسبة للمجتمع المدني وكذلك للدولة لمحاربة ولو بشكل ضئيل هذه الظاهرة الخطيرة. إذن والسلام عليكم وتحية طيبة إلى فيديو آخر، والسلام عليكم.